أعزائي المشاهدين، تتواصل التحديات والإثارة شوطا تلو الآخر. إذن الشوط الرابع شوط خاص بالقعدان وجوائز نقدية من المركز الأول حتى المركز الثالث. إذن شكرا أيضا للشيخ عبد الله بن حارب الدرعي على هذا الدعم وهذا التشجيع. إذن نذهب مع هذا الشوط الذي لا يقل أهمية عن الأشواط الأولى بهذا الكم الهائل من القعدان تشارك في أرضية هذا الميدان، وهذه الشعارات المميزة التي أتت أيضا من جميع محافظات السلطنة للمشاركة في هذا الكرنفال الثلاثي المثير. نذهب مع المركز الأول وشاهين حمد بن جاسم بن عوض الهديوي في أولى المراكز، بينما المركز الثاني شاهين علي بن سعيد الحبسي، والمركز الثالث من الجانب الآخر هذا هملول مطر بن سالم اليحافي، والمركز الرابع على القدوم. والتدخلات من الشميم السيل بن عبد الله التبعي صاحب الشوط الرئيسي فيس قعدان يريد نقطة ثانية في هذا الشوط، لكن أعود مع المركز الأول. الله الله الله، هذا شاهين حمد بن جاسم الهديوي هو من سيطر، لكن التسللات من الجانب الآخر أيضا شاهين علي بن سعيد الحبسي قادم في ثاني المراكز وغير إلى المركز الأول، وانطلق بهذه الانطلاقة التبعي من الجانب الآخر أيضا مع الشميم السيل بن عبد الله التبعي. لكن أعود مع الحبسي الله الله، والعصم غروزة في الابطان ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء، هذه التحديات الله 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 الله. ولكن التبعي من الجانب الآخر حرك لالي وروحه الله 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 الله، المنصة في الانتظار والفوز في انتظارك، ولكن الشميمي يغير زمام الأمور وانطلق بهذه الانطلاقة. المركز الثالث أرصد القدوم من هذا الشعار أيضا هملول شامس بن حميد الهديوي، لكن خلاص الشميمي مع المركز الأول. النقطة الثانية لهذا الشعار مع التبعي سيل بن عبد الله التبعي، مشكور واسعد الله صباحك بالفوز والانتصار يا مالك الشميمي سيل بن عبد الله التبعي. المركز الثاني مع ايضا شامس بن حميد الهديوي، والمركز الثالث مع ايضا شاهين علي بن سعيد الحبسي. والتوقيت دقيقتين 8 ثواني 15 جزء من الثانية. اذا تهانينا وناموس المالك الشميمي سيل بن عبد الله بن سالم التبعي على هذا الفوز والانتصار، وسلام للبطحاء، سلام.